لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزن خوش حالم لواني 469 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بمبست رزامندي رب العالمين وهي وادان بأوي عزيز السودي لوربقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والله خوش بسنا أو كل دواني رابرجو لخزمة دوات بيروز دابين أي كومر برواداران تقوى إخوابكن وهروها داوای نزیک بوونەوە لە رب العالمین بکەن بەهۆی ئەنجامدانی ئەو کردەوە چاکانی کە بە ئیخلاص و بە سەواب ئەنجامی دەن و بە تایبەتیش بە جیهادکردن ئیتر جیهادکردن لەگەڵ نەفس و لەگەڵ دوژمنانی خوا تاکو لە نەتیجەدا سەرفرازی دنیا و قیامەت بن. بەڵێ خۆشەویستان ئیتر وەکو باسمان کرد ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبی لە کتابی ئەلوەسیلە زۆر بە جوانی باس لەو بابەتە دەکاتن لدواي مقدماتك أو زاد فرمي لفظ الوسيلة المذكور في القرآن في قوله تعالى لفظ وسيلة كالقرآن بيروز بتايبتي لو آتداك هاتية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وهروها لو آتي سورة الإسراء كذا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون كواتا دي أوانا بانك بكن كوا من دونه لغير الله سبحانه وتعالى بانجیان بکەن و داوایان لێ بکەن کەوا کەشفی ضڕ بکەن ناخۆشتان لەسەر هەڵبگرن ئیتر ئەوانە ناتوانن ناخۆشتان لەسەر هەڵبگرن ناتوانن تەحویلی حاڵتان کە لە حاڵەتێک لە بۆ حاڵەتێکی دیکە بەڵکو ئولائیکە الذین یەدعون ئەوایی ئەنگۆ داوایان لێ دەکەن لە پێغەمبەران لە ئەنبیا کەوان تەمەن ڕازی نین بۆی کەوا لە غەیری خوا پەرسترێن بەڵام کەسانێکی جاهل کە دەسن لە لای قەبرەکانیان دەپاڕێنەوە ئەسڵەن ئەوانە بە خۆیان پێغەمبەران عەلەیهیمۇ الصەلاة وەسەلام ئەولیاءەکان يدعون أوان بخويان داوا لخواي قوردكن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أوان أو وسائلان دقرنا بركوا لخواي قورة نزيد بكاتوا بأنزام داني عمل صالح أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محظورا. يتدى له وسيلة لو آتي سورة المائدة فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه أو وسيلة كوا خواي قورة فرماني بيكردية أن تبتغي إليه كواب هوي والأخوان زيك ببيو وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغون إليها وهو خبري بيداينا ملائكة كانوا بيغمبران كوالا غير إخوة كسانشي جاهل دائم برستن بخويان ملائكة كانوا أنبياء كان أوان بخويان أو وسيلة يدقرنا برك الأخوان زيك ببنوا أو وسيلة هي ما يتقرب إليه به من الواجبات والمستحبات كواتا وابتغوا إليه الوسيلة أو كوا پیغمبران وملائكتش ديگرنا بمبست نزيق بونو لخوا بريتي لأنزام داني أو كارو كردواني كواجبة وهروها أو كارو كردواني كمستحبة وكتمان بإخلاص بصوابه. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها أو وسيلة كوا خواي قور فرمان بإيمان داران دكا كوا بهوي وداوي رزامن دي خواي قور بكن تتناول كل واجب ومستحب همو واجبك ومستحب يدقريته وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك. برام أوي واجب نبي ومستحبش نبي ناكو تناو دايري وسيلة كذا خواي قورد نزيق دكاتو سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا كواتا أو غير واجب ومستحب
ئەگەر محەڕەم بی ئەوە طبعا وەسیلە نییە لە خوا نزیک بکاتەوە، مەکروه بی وەسیلە نییە لە بۆ ئەوەی کە لە خوا نزیک، هەتا مباحیش وەسیلە نییە کەوا لە خوای گەورەت نزیک بکاتەوە. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إيجاب واستحباب. كواتە واجب مستحب ئەوەیە کە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم پێڕاگەیاندینە، ئەو جەیان بە واجب پێڕاگەیاندینە یان بە مستحب پێڕاگەیاندینە. وأصل ذلك أصلي همو أوانشتيا الإيمان بما جاء به الرسول. كواتا أصلي همو وسيلة كانت تيا تبي إيمانت بو شريعته بك پیغمبر هنا صلى الله عليه وسلم بي إيمان كردوي تاشيش نتيزين. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها كواتا كوكروي همو أو وسيلاني كواخواي جور فرماني بخالشي كردي ببي كان هو كالو إلى إخوان زيك بكاتو هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. التوسل كردن بوي كوا اتباعي پیغمبر بكي صلى الله عليه وسلم. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. هج هو كاريكني الأخوات نزيب كاتو إلا أوريقا نبي اتباع الشريعة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام دلي لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كواتا وسيلة لقرآن بيروز لو آتي سورة مائدة ولو آتي سورة الإسراء وإشارات بكر وكباسكر هاتية لا حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتية وسيلة وكذا فرمي سلوا الله لي الوسيلة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي دواب كان خوايقر وسيلة بيبخشي وسيلة يا رسول الله فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وسيلة دفرمي دواب كان خوايقر بيم ببخشي كوا درزيك لبهاش تنها لبو يقبن دلبندكاني خوا ما ذكره وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد رزاشم وابي أمن أو بندم كوا وسيلة بيد بخشله. فمن سأل الله لي الوسيلة هل كسك دواب كخوايقر وسيلة بيبخشي حلت عليه شفاعة يوم القيامة أو الشفاعة من لبوي مستوجد بروج القيامة كحديثكش إمامي مسلم رواياتي كردية. وهروها لحديث إيش كابي دفنمي من قال حين سمع النداء حين يسمع النداء هر كسك كجوي لبانك دبي أو زال دواي أو كوالين بان كذاته أو دعائك اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته هر كسك أو دعائك حلت له شفاعة يوم القيامة حيث كجمع بخير روات كده هر كسك أو دعائك لدواي بانك كان أو الشفاعة من مسوغر دبي لبوي روج قيامته. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاص أو وسيلة أو زيجا كتابته في صلى الله عليه وسلم كوا فرماني فيك دينا أجر دعاء كان خواي قرب من ببخشي وهروها بيجوتينا كوا أو درزي كلبهشت خواي قرب ويقبل آمادي كردي ورزاشي ومحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم رزاي وكوا أو درزي لبو أو بي إتر هذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم. يتبع صلى الله عليه وسلم فرمان بيكن الدعاء بكن كخواي يقولوا بيغمبر ببخشي وهوالش بيداين هر كسك أو دعاء بكاتن أو شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبوي مسوغر دبي لبروي لأن الجزاء من جنس العمل أو باداش لجنس عمله. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعوا وهو لهم سبحان الله. كأوان دعاء له بيغمبر كان صلى الله عليه وسلم كخواي يقول وسيلة بيبخشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقيامته كان زور محتاج بشفاعتي أو دعاء لو ذكر الشفاعة كان لو ذكاتن. فإن الشفاعة نوع من الدعاء لبر الشفاعة في نصوص من زورك للدعاء كردن كما قال إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. الجزاء من جنس العمل هل كسا يك صلوات الذي داري بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو صلى الله بها عليه 10 كواتا لمقابل دا دجاران خوايقول الصلوات طبعا صلوات وكو رحمة الله خوايقول. وأما التوسل بالنبي كواتا اللي التوسل من هي للقرآن في روز داهاتيا وكباسكر بوكوا كذا وتساكن بإخلاص وبصواب ولا سر سنة في صلى الله عليه وسلم إخلاص أنزام بدي دبي تماعي نزيق بنومان لخوا وسيلة من هي زيجاك البهشت كديدات بندق لبندكان هركسك دعاء كلبو في غمبري خواب صلى الله عليه وسلم لمقابل دا في غمبر صلى الله عليه وسلم شفاعة ذلك. زوري سيم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسل كردن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة توسل كردن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا أو كلام الصحابة داتي لكاتي جياني بيغمبر صلى الله عليه وسلم فيريدون به التوسل بدعاء وشفاعتي توسل كردن بدعاء وبشفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك وزنديبو. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به
لعرفي هندق لعلماء متأخرينيش توسل أويا كوا توسل بوي كوا سوين ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروا دعاء بكن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو ديروني دكاتو وكو كوا دعاء بغير بيغمبرانو باقي بيغمبران ديكو وهروا بيو صالحانش ياخذ سوين دي بيدخون ومن يعتقدون فيه الصلاح وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين كوات لفظ التوسل باتفاق علماء المسلمان دو معناه صحيح تيدا وكوتمان بمعنى أنزام دان عبادات بإخلاص وبصوابه وهروها أو مكانتيك ولا بهشت ولا بيغمبر ذكر إن شاء الله تعالى ويراد به معنى ثاني لم ترد به سنة والله معناه سيم للسنة في نصوص النهاتية فأما المعنيان الأولان فصحيحان باتفاق العلماء هردو معناه يكم دوم أو درسته باتفاق علماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وطاعة كواتايا كميان أصل إيمان وإسلامتيا بوي كوات توسل بخوابك توسل بكردوي ساق بكي توسل بكردوي ساق بكي بإيمان هنان وبطاعة كردني خواي قورة لو كوال أخوان الزيق بيه أو أصل إيمانه والثاني دعاءه وشفاعته كما تقدم والدوميشان دعاء وشفاعة واتدعاء كرني وسيلة لبيه صلى الله عليه وسلم وهروها لمقابل الشفاعة في صلى لبو أو إيمان دارا فهذان جائزان بإجماع المسلمين أو دويان جائزة بكوراي مسلمان ومن هذا قول عمر بن الخطاب هذا كاستالير دا ما بس تشكلير بديار ذكي اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا لها زمان إمام عمر خوالي رازي بكاتك وشك صاليبو يتردواي لا مامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لعباس كر أو ذا فرموي اللهم إنا كنا إذا أجدبنا كاتك وبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم أجر وشك صالما بهات باسري توسلنا إليك توسل ما بودكر بنبينا فتسقينا توسل من ببيغمبر ما ذكر واتكو يعني دائما لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كأو دعاء بك يتر رب العالمين بارين لو دبالن وإنا نتوسل إليك بلام لباش بين صلى الله عليه وسلم إمام عباس معك وما بيغمبر صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا كحديث بخاري بلام إستا كوا بيغمبرنا ما صلى الله عليه وسلم يا ربي داوا ذكين بويكوا لعباس إمامي في صلى الله عليه وسلم أو تكين وسيلة بويكوا أو دعاء بكاتن تاو كباران مالو بارين وقوله تعالى وابتغوا إليه الوسائل القربة إليه بطاعته أو آتي سورة المائدة واتا نزيق بونو لأخوة بطاعة كردني وطاعة رسوله طاعته وطاعة بيغمبركش صلى الله عليه وسلم طاعة خوايا من يطيع الرسول فقد أطاع الله فهذا التوسل الأول هو أصل الدين أو توسل أو أصل دين ولا ينكر أحد من المسلمين هيك كاس إنكاريناك وأما التوسل بدعاء وشفاعة كوا التوسل يكم بويكوا توسل بكي بطاعة كردني خوا لبويكوا لين نزق بيو بإخلاص وبالصواب هيك كاس إنكاريناك بلام توسل كردن بدعاء وبالشفاعة كي وكو إمام عمر دفرمي فإن التوسل بدعاء لا بذات توسل كردن بدعاء بيان صلى الله عليه وسلم ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس كواتا لا حتى بيغمبر صلى الله عليه وسلم دوان لبيغمبرك صلى الله عليه وسلم يا رسول أتو دعاء بك يتر بوشوي توسليان ذكر خواي جورش دعاء قبول ذكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباش وفاة بيغمبر صلى الله عليه وسلم نقبل اندسان خواي بيغمبرك اللي دبرنا وفاتي كده برام دوان لا عباسي ما بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو دعاء بك تاوكو خواي جورا بارانا لو باريني فلما عدلوا عن التوسل إلى التوسل بالعباس كاتكوا لباش بيغمبر صلى الله عليه وسلم دوان لعباس ذكر كوا دعاء بك علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته فاتأويك بيان صلى الله عليه وسلم لجياني خوي دي كل دعاء كردن باش وفاتي أما أو وسيلة ما لبردس نما كداواي لبكين أو دعاء بك بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائم بلام إيمان هنان ببيان صلى الله عليه وسلم جورا الكردني فرمان كاني أوش طاعة كردني خوا أوش وسيلة لبويك ولا خواد نزيق بكاتوا فلفظ التوسل يراد به ثلاث معاني كواتديسان دوباري دكاتو توسل لردا سي معنى لخودغري التوسل بطاعته توسل كردن بطاعة خواي قورا وطاعة خواي قورا بإخلاص وبصوابه فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به أويان فرض دبي هر طاعة أنزام بإخلاص وبصوابه توكو لخواي قورا نزيق بكاتو أو فرض إيمان ببي أو التوام نابي دوميان التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياتي توسل كردن بدعاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم بشفاعة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتي جياني دا ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته
لەو کاتێک کە زندی بوو داوایانێ کرد یا رەسوڵ الله دوعامان لێ بکە لە قیامەتیش عینی کە هەمومان زندینە لە خزمەت پێیان صلی الله علیه وسلم داوای شەفاعەتی لێ دەکەین ئەویش شەفاعەتمان لێ دەکا. والثالث التوسل به سيميان التوسل كلمة بين صوص بمعنى الإقسام على الله الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته كواتا أوي زوري سيم واتا سند خواردن لسرخوا بزاه مكانة بين صلى الله عليه وسلم واتخوا لد باريمو بزاه بين صلى الله عليه وسلم فلا نشتملو بكي فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه أو شت الصحابة نيان كردي في الاستسقاء ونحوه لا كاتي داواي باران وغير أوش لا في حياته ولا بعد مماته نلا جياني دا قلت يا ربي خوا بزاهي بيان صوصم ليد بار نلا باشي مردنيشي بوشي وين نيان كردي بالكل لكاتي جيان داوان لكردي كبيان صوصم دعابك نوك بلين يا ربي لبين خويا بزاهي بيان صوصم ليد باريمو كواتنا لا جياني لا دوای مرد الصحابه وانك لا عند قبره ولا غير قبره لا لكن قبركي بوشوي باراينو لا لكن غير قبركي ولا يعرف هذا في شيء من الادعيه المشهوره بينهم هيد دعاءات مشهورين للي الصحابه بوشوي بو وانما ينقل شيء من ذلك في احاديث ضعيفه مرفوعه وموقوفه او عن من ليس قوله حجه بلام اشتواء بلا دجرنو لهندق للصحابه كان بلام لا احاديث ضعيف ياخذ لكسان دجرنوا كوا بهيج شويك بحجة ناس لسر أو بابت ديار هندق قصي ياخذ هندق بابت تريش لسر أو بابت ما كوازيات الروين دكات شيخ الإسلام والله نبرت وابوني كان لير دوستين ببشتواني رب العالمين لواني دهاتو لبر جرنجي بابتك أو بابتا باز دكين أو تواوي دكين لخواي قورد بارينو بوشي ولديني خواي قورتي بقين كوا خوا ما بستيتي سبحانه وتعالى بما انت ياخذ نزيك ما مكاتب الرضا من دي رب العالمين وبما انت بهشتي بانو برينو وشاد ما كاتب بشفاعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.